يا مساء الخير، يا مساء العافية عليكم. الله يسعد أوقاتكم بكل خير وعافية يا رب. اليوم رجعت لكم بطريقة عمل الصاج، عشوة بسيطة. والمقبلات مقبلات المعكرونة. وهنا عندي المعكرونة مسلوقة، وعندي هنا كيس من تتبيلة الزلاطة، وعندي فصين أو 3 من الثوم، وليمونة كاملة، وشوية ملح. هنا أبدي مثل ما تشوفون هذا البايركس أخلي بيه المعكرونة، وأخلي 3 رمانات أو أكثر، يعني حسب اللي عندكم أنتوا اللي تحبون تضيفون. أنا خليت 3 رمانات. هنا طبعا هذه الزبادي أنا عندي 4 من هذه العلب الصغيرة، خليتها كلها لأن ما حصلت العلبة الكبيرة كانت ما عندي. فاللي عندكم يعني أنتوا تستعملوه. وكمية من الملح مثل ما قلت لكم، وهذا فصين أو 3 من الثوم، وخليت خاشوقة ونص من تتبيلة الزلاطة، وعصرت ليمونة كاملة عليها. هسه هنا أنا بعد أن عصرت الليمونة أبدي أخلط كل المكونات، وطبعا مباشرة تخلوها بالثلاجة لأن هي تنوكل يعني باردة. هنا أنا شفتها عايزة شوية، بعد خليت لها نص الخاشوقة من تتبيلة الزلاطة، وشفت طعمها يعني تمام، خليتها بالثلاجة. خلصت هسه عندنا المقبلات. هنا أنا نبدي عندنا هذه البوتيتة الفنجر قليتها. وهنا أنا كان ما عندي صدر دجاج، عندي دجاجة يعني بالثلاجة، فقلت أستعمله. خليته على النار وخليت له شوي فلفل أسود وملح إلى أن يستوي. هسه هنا طبعا عندنا البوتيتة جهزت والدجاج استوى، بدينا صفيناه ونتركه إلى أن يبرد حتى نشرحه. حبايبي خليكم وياي بطريقة العمل. هسه هنا أنا بعد أن برد بهالطريقة هذه أشرحه. قلت لكم أنا يعني استعملت الدجاج، يعني الدجاج لأنه صدر دجاج ما كان عندي، واستعملت اللي موجود عندي. قلت ليش أروح مثلا أشتري وكذا، ونعمة. هسه هنا مثل ما تشوفون هذه المواد. هنا عندنا هذا الدجاج اللي مشرح، وهنا عندنا هذه اللهانة أنا مقطعتها وخليت لها سماق وملح شوية. هنا عندنا شرائح البصل، وهنا عندنا هذا الزيتون اللي مشرح هو، وشرائح الطماطة والفلفل الأخضر. طبعا هذا الصاج مثل ما تشوفوا الحجم الكبير. هنا عندنا هذا الجدر خليته شوية بيدهن، وبديت أحمس البصل إلى أن يحمس نص حمسة. أخلي شرائح الدجاج وأحمسهم. طبعا حبايب الحمد لله والشكر احنا وصلنا عبرنا 2000. نريد دعمكم ويانا، يعني اشتراك، لايك، مشاهدات، حتى انتوا تستفادون من القناة واحنا. هنا بعد ان حمس اخلي شرائح الفلفل الاخضر، واخلي شرائح الزيتون واقلبه. بعدها هنا أنا أخلي خاشوقة أو أقل من الملح، وأخلي خاشوقة من كاري المختار، ونص خاشوقة من الفلفل الأسود، وأقلبه. وأظل يعني مثل أشوفه إلى أن ينطيني اللون والحمس اللي أنا أريد. هسه شوفوا هنا حمسته حمس مضبوط إلى أن انطاني هذا اللون. هنا عندنا هذا الخبز خليت عليه كمية من الكشب، مسحته بالكشب، وخليت شوية من الحشو وشرائح الفنجر البوتيتة. وهذه مثل ما قلت لكم خليت الطماطة، وخليت شوية من اللهانة، وبديت أسدها من الجوانب وأبرمها، وخليت لها بالطرف شوية من الكاتشب حتى تنسد عندي وما تنفتح. وهنا أنا بديت أسوي الثانية، أمسحها بالكاتشب وخلي شوية من الحشوة، وكذلك نفس الشكل من البوتيتة من الطماطة واللهانة، وأسد الجوانب وأبرمها. عفوا.
هسه بعدها انطتني طبعا كمية يعني الحمد لله والشكر يعني كلش حلوة، يعني هذه الكمية صارت كلها. هسه هنا أنا أخلي هذه الطاوة اللي هي خاصة بالصاج وأدهنها بزيت، وأخلي الصاج وأبدي أقلبهم على يعني الاتجاه الثاني إلى أن تعطيني اللون اللي أنا أريده، وهذه الخطوط مثل ما تشوفون اللي أنا أريدها. طبعا هي ما تاخذ وقت يعني بساعة تخلص. خليت هسه الوجبة الثانية هماتين ضغطت عليهم إلى أن يعطوني هذا اللون، وأقلبهم باستمرار. هسه هنا أنا أبدي أقطعهم، يعني كل وحدة سويتها 4 قطع. شوف شو يعني شكلها صار كلش حلو، عبالك يعني الصاج اللي تاكله بالمطاعم. والحمد لله كلكم انتم تسوون الصاج، وانا حبيت اشارككم يعني العشاء عشان البسيط. وانا مسوية طبعا الصاج من قبل. هسه هنا هاي المقبلات بردت بعد ان خليتها ساعتين تقريبا بالثلاجة، وهذا الصاج صار جاهز حبايبي. وألف عافية علينا وعليكم، وانتظروني بالفيديوهات القادمة. في أمان الله.